ازيك يا بابا عامل ايه؟ الحمد لله يا هدى يا بنتي. بابا هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ بس وافق بجد. طيب اطلبي الاول اعرف ايه هو الطلب ده. لا قولي ان انت موافق الاول وبعدين هطلب. ازاي يعني يا بنتي؟ وافق بجد يا بابا. انا عايزه النهارده اروح عند واحده صاحبتي. هبات عندها. هنذاكر وابات عندها بس واجي بكره. إيه. ماشي ماشي خلاص روحي. ماشي بس مين صاحبتك دي الاول؟ طارق يا بابا بس انت مش عارفها. دي واحدة صاحبتي جديد من المدرسة. هنروح بقى نذاكر وكده ونقعد ونتفرج على فيلم. ماشي يا بنتي روحي. ماشي يا بنتي بس بقي خلي بالك من نفسك. حاضر يا ماما متقلقيش بكرة الصبح على طول هاجي. ماشي يا بنتي يلا روحي. وانا كمان شوية كده وطالع عشان رايح الشغل. بابا الناس كلها شغلها الصبح انت بس اللي شغلك بالليل ليه كده؟ اعمل ايه يا بنتي؟ شغلي لازم يبقى بالليل. انا شغال حارس مستشفى بس بالليل. طيب يا بابا ربنا معاك انا هطلع بقى عشان اخد الحاجات اللي هروح بيها. ماشي يا بنتي. يلا باي. ايه يا بنتي العلبة اللي في ايدك دي؟ واخده لها هدية معايا يا بابا اكيد مش هروح كده يعني. شاطرة يا بنتي. يلا بقى انا هروح عشان ما اتأخرش اكتر من كده. سلام. باي يا بنتي. ازيك يا تارة عاملة ايه؟ ازيك يا هدى؟ انتي اتأخرتي قوي كده ليه مش قلتي هتيجي بدري؟ معلش كنت بجيبلك شوية حاجات. ليه التعب ده بس يا بنتي؟ ولا تعب ولا حاجة شوفي بس هيعجبوكي ولا لأ. أكيد طبعا هتعجبني دي حلوة قوي. أيوة ابقي حطيها عندك في الأوضة بقى. ماشي. طب يلا نعمل أكل أكيد مش تعشتيش. بصراحة لأ. طيب عايزة تاكلي ايه؟ مش عارفة أي حاجة. طب بصي كده عشان بصراحة أنا مش قادرة أعمل أكل احنا نطلب أكل. طيب. بصراحة يا ترى بيتك حلوة قوي. شكرا على ايه بس. بجد حلوة قوي أنا أول مرة أشوف بيت حلو قوي كده. احنا لسه ناقلين في البيت ده جديد. طيب تعالي نرغي في الأوضة عندي يلا. ماشي يلا. انتوا كمان عندكوا أسانسير في البيت؟ أيوة. إيه ترى في فلوس وقع منك هنا؟ إيه عادي عادي. هو ايه اللي عادي شيليها لحسن تضيع في أي حتة. طب ما تضيع عادي. ايه. أيوة عادي يعني مش مهم سيبك منها تعالي بس. ماشي. دي الأوضة بتاعتي ايه رأيك فيها؟ حلوة قوي بصراحة. طيب الدليفري وصل أنا هنزل أجيب الأكل. ماشي. روحي بقى اقعدي كده عند التلفزيون عشان نقعد نتفرج على حاجة واحنا بناكل. ماشي. يلا. بجد بيتها حلوة قوي بس انا مش فاهمة هما سايبين الفلوس في كل حتة كده ليه؟ افرض جه حرامي مثلا. بجد البلكونة دي حلوة قوي. ايه ده؟ انت مين وبتعمل ايه هنا؟ إيه. استني بس هفهمك. انت مين؟ ولابس لبس بابا ليه؟ انت عملت ايه في بابا؟ انت اكيد حرامي صح؟ يا بنتي اسمعي بس. بنتي. انت بابا؟ انت بتعمل ايه هنا يا بابا؟ ودلوقتي. ايوه ده صوتك انت يا بابا. بابا انت شغال حرامي؟ يا بنتي معلش اعمل ايه بس. تارة زمانها جاية ولو شافتك انا مش عارفة ايه اللي هيحصل. بابا انت لازم تمشي دلوقتي حالا. هو بعدين نبقى نتكلم في البيت. يلا امشي بسرعة زمانها جاية. ماشي يا بنتي انا ماشي. شفتي بقى ما طلعش دليفري.
ماشي. انتي بتعيطي ليه، مالك؟ لا لا ولا حاجة، بس افتكرت موقف ضايقني. لا طب قوليلي ايه هو الموقف ده، انتي بتعيطي ليه كده؟ خلاص عادي عادي. ايه تارا، انا لازم امشي. ليه بس؟ مش عارفة، ماما ممكن تبقى تعبانة دلوقتي، اصل هي بتتعب على طول، وبابا بيبقى في الشغل. طيب خلاص ماشي، روحي شوفيها. شكرا يا تارا بجد، معلش. ليه بس، على ايه؟ عشان كنت هقعد معاكي النهاردة وهضطر امشي بقى. يلا باي. ايه يا بنتي، ايه اللي رجعك دلوقتي؟ انتي مش قلتي هتباتي عند صاحبتك؟ بابا انت كنت فين؟ كنت في الشغل يا بنتي، انا كنت في المستشفى. بابا، انت هتفضل لحد امتى بتكدب علينا كده؟ ماما، انا كنت عند صاحبتي ولقيت بابا هناك. إيه يا بنتي بس اللي انتي بتقوليه ده، هناك ازاي؟ بابا بيشتغل حرامي يا ماما. بابا مش بيشتغل في مستشفى ولا حاجة، كان رايح عشان يسرق بيت صاحبتي، وبالصدفة الكلام ده فعلا حقيقي؟ اه حقيقي. بس هعمل ايه؟ الدنيا كلها غالية وانا مفيش فلوس اصرف بيها. تشتغل زي ما كل الناس بتشتغل عادي يا بابا. وعادي، احنا مطلبناش منك حاجات كتيرة. انا عمري ما كنت اتخيل ان ده يحصل، ولا انا كنت عمري اتخيل ان انا اشوفك في المنظر ده يا بابا. انت ازاي تعمل كده؟ تسرق تسرق ليه بس؟ احنا مش عايزين اي حاجة. خلاص يا بنتي، وعد اخر مرة وهدور على شغل. يا ريت يا بابا بأسرع وقت. انا مش مصدقة بجد. بس خلاص يا بنتي اهو، وعدك ان هي اخر مرة وان هو هيدور على شغل. ماشي يا ماما خلاص. متزعليش مني يا بنتي. مش زعلانة يا بابا.